عارفين مين هي القديسة اللي لما جت تعمد أولادها خلت مية المعمودية تتجمد؟ اتولدت القديسة سارة سنة 303 ميلادياً في مدينة أنطاكيا في تركيا من أب وأم مسيحيين. وكانت سارة من عيلة كبيرة واتعلمت كويس جداً وربوها أحسن تربية. وكبرت سارة واتجوزت واحد اسمه سقراط، واللي كان صديق للشهيد أبادير. وسقراط ده كان واحد من قادة الإمبراطور دقلديانوس، واللي كان في الوقت ده بيكره المسيحيين جداً. ولما عرف الإمبراطور إن سقراط مسيحي أمروا الإمبراطور دقلديانوس إنه يسيب الإيمان. وفعلاً ساب سقراط الإيمان ومن غير ما تعرف سارة، واللي فضلت ما تعرفش حاجة لغاية ما خلفت ولدين. ولما جت تعمدهم قررت سارة إنها هتاخد الطفلين وتروح على الإسكندرية عشان تعمدهم هناك. وفعلاً ركبت السفينة وتحركوا على الإسكندرية. وفي الطريق قامت عاصفة وهاج البحر بطريقة تخوف، لدرجة إن السفينة كانت هتغرق. وساعتها خافت سارة على أولادها يموتوا من غير ما تعمدهم، فصلت صلاة طويلة وراحت وأخدتهم وغطستهم في البحر 3 مرات، وبصت ناحية الشرق وهي بتقول: أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. وراحت جرحت ثديها اليمين ورسمت بدمها صليب على جبين الطفلين. وبعدها هديت العاصفة وكملوا طريقهم للإسكندرية. وأول ما وصلوا قابلت سارة البابا بطرس خاتم الشهداء وطلبت منه إنه يعمد أولادها. لكن وقت العماد حصلت حاجة غريبة. أول ما قربهم البابا بطرس من مية العماد المية اتجمدت فوراً، واستغرب البابا جداً. ولما بعدهم رجعت المية لطبيعتها مرة تاني، وحاول 3 مرات وفي كل مرة كانت المية بتتجمد. فنادى البابا على سارة وسألها هو إيه اللي حصل، وساعتها حكيته سارة على اللي حصل معاهم في البحر. وفضل البابا يردد: ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وقال لها البابا إن الله قبل معموديتها، والمعمودية بتكون مرة واحدة بس وما ينفعش يتعمدوا مرتين. وقال لها ارجعي على بلدك. ولما رجعت سارة أنطاكيا عرف جوزها باللي عملته، وراح قال للإمبراطور دقلديانوس باللي حصل وإنها عمدت أولادها. وساعتها قبض عليهم الجنود هي وأولادها بأمر من الإمبراطور، وحرقوهم في النار ونالوا إكليل الشهادة. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب كما أعطيت القديسة سارة قوة تحتمل الضيق وتحفظ إيمانها، أعطنا نحن أيضا قلبا ثابتا في محبتك لنسلم لك حياتنا وأولادنا بكل ثقة. اجعلنا يا رب نتمسك بالصليب في وسط التجارب ونعاين مجدك في النهاية. آمين.